السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم قناة عمل ايدي مع ام كريم. وقبل ما ابدا الفيديو يا حبايبي اضغط اشتراك وفعل الجرس واضغط على كلمة الكل عشان يوصل لكم مني ايه كل حاجة بعملها. تعالوا النهارده كده الفيديو بتاعنا ايه حلو جدا. هنعمل مع بعض ايه فطار اول يوم رمضان كده. طبعا ايه هنبتدي كده ايه. طبعا لو انت هتعملي محشيات ولا حاجة هنبتدي بيها الاول. خلاص طبعا ايه احنا كده هنلف كرومب كده. طبعا حطينا مية على النار كده، استنينا بقى ايه لما غلت معانا. نزلنا كده بحبة من الملح، حبة من الكمون. اهم حاجة تحطي حبة كمون عشان طبعا ايه الكرومب عامة بيحب الكمون عامة يعني. خلاص طبعا ايه نزلت كده ايه بالورق. طبعا الورق ده طبعا عينك عليه عشان طبعا مش بيستحمل ايه النارة او المية السخنة يعني. هطلع كده بالشكل ده وكل ايه. طبعا ايه عينك عليه يعني. وكل اول ما يغلي معاكي طلعيه على طول عشان ما يتهريش منك يعني. وتعرفي ايه تلفيه. خلاص طبعا طلعت كده اول حط كده حطيناها. وهنحط حب تاني كده بالشكل ده. وايه وهنسلق ايه الكرنبايه كلها بالشكل ده يعني. بس اهم حاجه تخلي بالك يعني ايه من الورق يعني. خلاص حطيت كده ايه حط كده تاني وايه بالمقصوصه كده واضغطي ضغطه خفيفه عشان ايه يعوم كده ايه في الميه. خلاص بالشكل ده. وهسيبه بقى ايه يستوي معانا. تعالوا بقى ايه هنشوف هنعمل ايه تاني. حطينا كده حله على النار، نزلنا كده ايه بحبه من الزيت، كتري حبه الزيت شويه. وجبت بصلايه كبيره كده ايه. طبعا عشان المحشي بيحب البصل عامه فكتري ايه بصل كده ايه في المحشي. يعني ما تكتريش قوي ولا تقللي قوي، يبقى حلو كده في المعقول يعني مظبوط يعني. خلاص انا عامه بحب كده ايه اخرط البصله كده بتاعت المحشي او الخضار عامه. لو انا ايه مستعجله يعني. خلاص بحب اخرطها كده ايه والحل على النار والزيت ايه سخن كده. فايه يعني ايه مسافه ما تخلصي البصلايه تلاقي البصله كده ايه هتحمر معاكي بسرعه كده وتدبل معاكي بسرعه يعني. خلاص اهو كده بالشكل ده انا بحب اخرطها كده ايه على الحله. طبعا ايه خرطيها خرط صغير كده يكون حلو يعني مش تخين قوي. اهو كده بالشكل ده. تعالوا بقى ايه بعد ما خرطت كده البصلايه زي ما انتم شايفين. طبعا ايه ده بصل احمر طبعا اهم حاجه إن احنا عايزينه يدبل معانا مش عايزينه يحمر يعني. خلاص طبعا ايه دقينا كده ايه قرنين كده فلفل حامي في الهون كده. وهنزل كده ايه بيه كده على البصلايه. خلاص واحط كده ايه تاني يعني بعد ما حطينا ايه قرنين الفلفل الاخضر هحط ايه معلقه ايه من الثوم المفروم. عامه المحشي الكرنب بيحب التوم عامة يعني. فحطينا ايه بعد ما البصلة دبلت معانا حطينا فلفل اخضر، حطينا معلقة توم مفروم. وهقلبهم كده مع بعض لغاية ايه ما التوم تتشوح معانا مع البصل مع الفلفل كده. ونكون ايه بقى ايه مجهزين الطماطم جنبنا على طول ايه نحطها على البصل. خلاص اهو كده بالشكل ده. طبعا بصوا بعد ما ايه التوم اتشوح معانا في البصل وكل حاجة. نزلنا كده ايه بعصير الطماطم بالشكل ده ايه على البصل. طبعا لازم نكرم الايه الشفشة عشان ربنا يكرمنا ايه في حاجتنا. وهنسيبها بقى ايه كده مع نفسها كده تعيش حياتها وتتسبك يعني. هنشوفها كده مع بعض بعد ايه ما تدخل في التسبيكه. عشان ايه نحط لها بقى ايه التوابل الحلوه اللي احنا هنحطها لها. خلاص كده بعد ما ايه دخلت في التسبيكه بتاعتنا. هنحط بقى التوابل. حطينا كده ايه كمون كزبره ناشفه فلفل اسود شطه حمراء وملح. هي دي التوابل اللي انا هحطها للمحشي. مش هحط اكتر من كده عشان ما تضيعليش طعم المحشي اللي انا هعمله. خلاص يبقى كزبره ناشفه كمون فلفل اسود حبة شطة عشان طبعا نحب المحشي يكون حراق شوية يعني. وايه وهنحط الملح ده طبعا حسب كمية الايه الصلصة اللي انت عاملاها او المحشي اللي انت عاملاه. يعني الملح ده حسب راحتك انت يعني. خلاص وهقلبها كده وهسيبها برضو حبة كده على النار. برضو ايه لما تدخل برضو ايه تنطر السمنة بتاعتها او الزيت بتاعها يعني. تعالوا بقى ايه معانا شبت وكزبرة خضراء. ونزلنا كده ايه غسلنا الرز كده. طبعا الرز ده طبعا حسب كمية المحشي اللي انت هتلفيها يعني. خلاص. وايه نزلت كده ايه بالرز كده على الصلصة مع الكزبرة مع الشبت. وهقلب كده ايه الحاجات دي كلها والنار شغالة. بس هدي النار عشان ايه ما تتحرقش منك يعني. خلاص عشان اي سوائل كده في الخلطة تنشف معانا. خلاص تعالوا بعد ما قلبت الخلطة دي الحلوة دي. هحط لها كده ايه حبة نعناع ناشف. عامة النعناع ده بيخلي اي محشي عامة. اي محشي عامة انتي هتعمليه يبقى حلو جدا. خلاص وهقلب كده برضو النعناع في الرز في الخلطة دي. بصوا بصراحة الخلطة دي كانت تحفة وجميلة جدا. وطعمها جميل جدا يعني. خلاص هقلبها تقليبة كويسة كده عشان طبعا ايه
النعناع اللي احنا حاطينه، وايه وهقلبها كده، ويلا بينا كده ايه هنشوف هنلفها ازاي مع بعض. تعالوا بقى بصوا، بعد ما ايه قطعت الورق كده، حطيت الابيض لوحده والايه والاخضر لوحده. هو مش اخضر قوي بس ايه لونه ايه، مخضر فاتح كده يعني. طبعا انا هلف حلتين، خلاص الحله دي وحله دي. طبعا عشان احنا في رمضان طبعا ايه، ومش عايزين بقى ايه اكل يفيض مننا، عايزين يبقى طازه بطازه. فانا ايه هلف حلتين عشان حله يعني ايه، هطبخ ايه كل حله ايه، يعني مثلا هطبخ حله النهارده، اسيب تاني يوم تالت يوم نطبخ الحله التانية، فعشان ايه ما يزيدش مننا كده وايه ويفيض مننا بقى ونرمي بقى حرام، عشان ايه الحاجه غاليه طبعا وده تبذير طبعا. فايه لفيت حلتين يعني. خلاص اهو كده. طبعا هبتدي كده بالورق الاخضر. انا متعوده لما الف كرنب بالف الورق الاخضر الاول ايه، عشان ايه طبعا لو حاجه مثلا يعني، هو عامه انا بالف الورق الاخضر الاول وبعد كده الورق الابيض. فايه هلف حبه هنا في الحله دي وحبه في الحله دي. طبعا حطيت كده في قعر الحله في الحلتين عيدان الايه الكزبره والشبت، بيبقى بيخلي طعم المحشي حلو جدا وريحته حلوه جدا يعني. عندك طماطم حطي طماطم وبصل، ما عندكش يعني عيدان الكزبره والحاجات دي حطي بصل وايه وطماطم. عندك العيدان حطي عيدان وايه واستكفي بيهم بس يعني. فهلف كميه المحشي دي كلها يا حبايبي، ونرجع تاني نشوفها ايه مع بعض بعد ما لفيناها. تعالوا كده ايه بصوا، بعد ما لفيت ايه حلتين المحشي، حلتين حلوين جمال متوسطين يعني، مش كبار قوي ولا صغيرين قوي. عشان ايه طبعا ايه انا هعمل واحده اول يوم يعني، وواحده ايه تالت يوم او رابع يوم عادي يعني في التلاجة، مش هيحصل لها اي حاجه. خلاص اهو كده بالشكل ده، عشان ايه احنا مش عايزين نبذر بقى في الاكل، ومش عايزين نرمي بقى ايه اكل خالص كده ايه في طول شهر رمضان. خلاص كده بالشكل ده. تعالوا كده ايه بعد ما لفينا المحشي، تعالوا بقى ايه نطبخ بقى إيه اللحم الحلو اللي انتوا شايفينها ده. بصوا ده لحم روم طبعا مقطعينه، ده روم كبير. فطبعا ايه ده لازم نقطعه يعني، فمش هينفع نحشيه طبعا، نحشي ديك الروم ديك الرومي كده بيبقى كبير قوي، مش هيعرف مش يعني مش هنعرف نطبخه لوحده يعني، لازم نقطعه. فطبعا ايه قطعناه كده وايه، وهنعمل طبخه طبخه. فايه نزلت كده ايه بالروم، وهنزل كده ايه ببصل وجزر وفلفل اخضر، وهنحطه كده ايه ورق لورو. اهم حاجه ورق اللورو ده يعني. عندك حبهان حطي، فانا استكفيت بورق اللورو. واحط حبه كزبره ناشفه وحبه كمون بسيطه خالص، ما تكتريش وما تحطيش فلفل اسود. لو حطيتي فلفل اسود هيغمق لك الشوربه وهتبقى وحشه. عند حبه تحطي طماطم، حطي طماطميه كده ناشفه، سيبيها يعني حطيها في الشوربه كده وسيبيها ما تقطعيهاش، حطيها زي ما هي. بس انا ايه مش هحط يعني، انا استكفيت بالتوابل دي وخلاص يعني. خلاص اهو كده بالشكل ده، وهسيبها بقى ايه تتشوح مع نفسها كده، ونرجع تاني نشوفها كده ايه بعد ما اتشوحت. بصوا هو حجمه كبير، الحته حجمها كبير. هقلبها كده بعد ما اتشوحت، ريحتها تحفه وجميله جدا. طبعا ايه بالفلتر كده، وهنزودها بميه. طبعا ده انا هحمره يعني، يعني ايه بعد ما هسلقها كده هحمرها. طبعا هزودها ميه عشان انا طبعا عايزه الشوربه بتاعته، هعمل عليها خضار وهعمل عليها المحشي وشوربه وكده. بصراحه كانت الشوربه بتاعته كانت طعمها جميل جدا يعني. خلاص كده هزوده كده شوربه، قصدي هزوده كده الميه من الفلتر، وهسيبه بقى ايه يعيش حياته كده ويستوي. خلاص تعالوا بقى ايه هنشوف. بصوا معايا الباميه الجميله دي، باميه طبعا كنت مجمداها. طبعا ايه هنزل كده عليها بحبه من التوم المفروم كده بالشكل ده، وهنزل عليها بحبه من الايه من الكزبره الناشفه وايه. ولو عندك طبعا انا عندي الشوربه سمينه سمينه يعني، مش هحط لها ايه سمنه. عندك الشوربه عادي خالص، يبقى احط لها ايه، يبقى بقى ايه تحط لها معلقه سمنه. خلاص يبقى انا ايه استكفيت بالمعلقه بحبه توم وحبه بصل كده وكزبره ناشفه، وهقلبها كده ايه. هي طبعا ايه هترخي الميه اللي فيها كده وايه، وهنشوحها تشويحه بسيطه كده، وبعد كده ايه هنزودها الشوربه عادي خالص. تعالوا كده ايه بعد ما اللحمه بتاعتنا دخلت في السوا، هحط لها بقى ايه الملح. طبعا احنا ما كناش حاطين الملح في الاول عشان ايه انا عايزاها تستوي معايا بسرعه يعني. خلاص كده بالشكل ده، واسيبها بقى ايه تكمل سواها. تعالوا بقى ايه جبنا حله كده ونزلنا كده بمعلقه سمنه، وهنعمل ايه حبه لسان عصفور كده بالشكل ده. طبعا عامه في رمضان اهم حاجه الشوربه على الطبليه يعني، لسان العصفور ده الشوربه عامه لسان العصفور ده اهم حاجه يعني، اساسي كل يوم على الطبليه يعني. خلاص هقلب كده حبة لسان العصفور. طبعا انا حاطه ايه حلة الكرنب كده جنبي برضو على النار، وحلة ايه البامية والشوربة كده بتغلي معايا جميلة جدا وتحفة جدا. معايا بقى ايه المحشي كده بعد ما حطيته على النار وايه والحلة سخنت معانا، هزودك كده الشوربة. وطبعا ايه هزيها كده ايه عشان ايه الشوربة تدخل كده في المحشي بتاعنا. خلاص طبعا وعيني طبعا على لسان عصفور عشان ما يتحرقش مننا.
اهو كده بالشكل ده، وهسيبه بقى ايه يعيش حياته ايه ويستوي. وطبعا ايدي برضو في لسان العصفور والباميه كده بعد ما اتشوحت وبقت جميله معايا، هزودها بقى ايه الشوربه الجميله الحلوه اللي انتوا شايفينها دي. خلاص اهي كده بالشكل ده، كانت طعمها فظيع وحلو جدا. هي عامه الشوربه طعمها جميل جدا يعني. خلاص هزودها الشوربه كده، وبرده ايه هغطيها كده واسيبها بقى ايه تعيش حياتها بقى ايه وتستوي. هي عامه الباميه المجمده مش بتاخد سوا يعني على النار. خلاص يبقى ايه يعني ايه 5 دقايق كده وهنطفي من عليها. خلاص اهو كده. ومعايا بقى ايه لسان العصفور كده بعد ما ايه يتحمر معانا، هزودك كده ايه الشوربه عشان ايه ما تخليش لونه يغمق قوي يعني، عشان ايه ما يبقاش محموق معاكي. خلاص اهو كده بالشكل ده هزودها الشوربه الجميله الحلوه التحفه دي. اهو كده بالشكل ده شايفين. اهو كده هزودها الشوربه برضو واسيبه بقى ايه يعيش حياته. حطي له بقى ايه شوربه لسان العصفور، حطي لها بقى ايه حبه كده فلفل اسود كده، بس ما تكتريش عشان تديها طعم حلو كده وتبقى جميله يعني. خلاص اهو كده بالشكل ده. وتعالوا بقى بعد ما ايه اللحم استوت معانا هطلعها كده من الشوربه عشان بقى ايه نعرف نحمرها مع بعض. خلاص اهو كده بالشكل ده شايفين. اهو هطلعها كلها كده بالشكل ده عشان ايه تتصفى مني ايه من الشوربه، عشان طبعا ايه لما احطها في الزيت كده ما تفرقعش ايه فينا يعني. خلاص تعالوا بقى ايه نحمرها كده بالشكل ده اهو. اهو بالشكل ده طبعا ايه هنحمرها كلها بالطريقه دي. خلاص طبعا ايه بعد خلي بالك طبعا عشان ايه عامه الفراخ والروم والحاجات دي بيعمل ايه بيفرقع كده ايه في الزيت عامه لما نيجي نحمره يعني. فخلي بالك عشان ايه ما يعوركيش يعني او كده يعني. خلاص وتعالوا كده ايه بعد ما ايه خلصت كده الفطار بتاعنا الكرنب شايفين بعد ما استوى جميل جدا وحلو جدا وطعمه جميل. عملنا سلطة، السلطة دي اهم حاجة اساسي كده ايه على الطبلية. وده عملنا حبة رز، وده كانت اللحمة بتاعتنا بعد ما حمرناها. ودي الشرب بتاعتنا الجميلة التحفة لسان العصفور، دي اساسي برضو اساسي كل يوم على الطبلية بالشكل ده. ودي طبعا البامية بصوا البامية تحفة وجميلة جدا جدا وطعمها فظيع فظيع فظيع. وده كان فطارنا النهارده، فطار اول يوم رمضان. اتمنى يكون عجبكم، ولو عجبكم لايك وشير كده لاعمال ايديا مع ام كريم. بحبكم في الله يا احلى متابعين، وما تنسيش اللايك من ايدك الجميله للفيديو الجميل ده. وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.